خناقة شغل النهاردة هنتكلم على خناقة تقريبا بعدي بيها كل يوم بسبب فانكشن من الفانكشنز المعينة اللي بنقابلها كل يوم في حياتنا، وهي السيلز. بقينا دلوقتي الحقيقة التليفون طول النهار بيرن سيلز، الحنفية بتنزل سيلز، أروح أشتري كوفي بيبيع لي 7 ايتمز فوق الكوفي. بقى في عدم مصداقية في الحاجات اللي بتتباع. دايما اي حد من صحابي بيشتغل في السيلز لازم بيبقى فيه فقرة من التنمر. فبما اننا يعني احنا بنركز ان احنا نبين حقائق اختلافات الاشياء، فطبعا هم ليهم وجهة نظر تحترم، اكيد انا مش فاهماها، واكيد انا يعني I encountered ناس بتشتغل في السيلز في الحتت اللي اشتغلت فيها، لكن شغلي معاهم مش دايركت. فانا اي بروت الخناقه مع اصحابي النهارده اون كاميرا علشان يعني نصفي المشاكل بتاعتنا. فالنهارده معانا حاتم، ثانك يو سو ماتش فور كومينج توداي علشان تنزل المصارعه النهارده. فممكن تعرف نفسك وتقول لنا ان انت قد ايه حد بقالك كتير في السيلز؟ طيب، اسمي حاتم عفيفي. بشتغل في المالتي ناشونال كوربريتس من اول ما اتخرجت 2007 لغايه النهارده اولموست 17 سنه. مع اختلاف الفانكشنز اللي اشتغلت فيها كلها، في الاول في الاخر طول عمري كنت اتقال عليا سيلز، اوكي، كوميرشال رولز، برودكت مانجمنت رولز. كل الرولز اللي دخلت فيها كانت سيلز ريليتد رولز. اوكي. طيب انا يعني طبعا من وجهة نظري الضيقة جدا، تمام. طبعا we all judge each other in a way or another. انا دلوقتي من كتر اللي بشوفه بقيت حاسه ان السيلز بقى اكتر شخص في الشغل في المؤسسه مش trustworthy. يعني بقيت احس انه خلاص بقى السيلز بيرسون بقى مرتبط معايا بالثلاث ورقات، بالنصب، باللي هيضحك عليا، خصوصا ان شغلي حتى لو انا طبعا احنا هنتكلم بي تو سي، انا عارفه ان انت بي تو بي، بس احنا هنتكلم بي تو سي النهارده. فدلوقتي بقيت حتى لما انا باجي اتعامل معاهم هي عايزه تبيع لي انا ان هي عايزه تشتغل معايا، وبعدين اجي الاقي الاوت كم مش زي اللي انا اتوعدت بيه. والانبهار بقى بيجي يا حاتم انه بعد ما بقعد واعمل كواليتي تشيك ونقعد مع بعض، هي او هو لسه بيدافع عن وجهة نظره انه انا اللي كنت صح وبتاع، واديني فرصة تانية and guess what it's the same. فهل هو الموضوع بقى ادمان اوفر سيلينج او ادمان الكلام، او انا مجرد اني عايزه اتكلم، ولا ايه الجاب اللي بتحصل هنا بقى؟ هي في اكتر من جاب، يعني ما تقدرش تقولي ان هي مشكله واحده حليناها تتحل المشاكل كلها، كذا مشكله. اوكي. الجزء الاولاني برودكت اويرنس. السيلز احيانا بيكون بيبيع بضاعه وهو مش عارف الفيتشرز بتاعتها ايه and he's trying to sell والسلام. احيانا السيلز هو بيبقى قدامه لستة عايز يبيع لك منها ايتم والسلام، ريجاردلس الايتم ده هيحل لك مشكلتك ولا لا، او هو لسه ما خدش وقت كافي ان هو يعرف مشكلتك ايه، فيبتدي على اساسه يختار البرودكت الفيت الموضوع. هنبص للسيلز بنظره شفقه شويه. اوكي. هيصعب علينا اللحظه، انا عارف مش كل الناس هتصدق اللقطه دي، بس يعني السيلز بيصعب علينا في لقطات معينه. هو بالنسبه للشركه هو عباره عن برينتر فلوس. اوكي، هو اللي هيجيب الكاش بالظبط. بالنسبه للشركه السيلز ده عباره عن هو واجهه الشركه قدام العميل، وما ينفعش العميل يبقى خارج مش مشتري حاجه. ف الفاينانشال بريشر كمان اللي بيتحط على السيلز ان هو بيبقى بياخد مرتب، عاده ما بيكونش مرتب كبير، وبيعتمد على العموله او الكوميشن اللي على اساسها هو بيقدر بيكمل بيها بقيه الدخل بتاعه. اوكي. فان هو ما يبيعش معنى كده ان هو بيترجمها ان محفظته هتخس اكتر لو هو ما عرفش يبيع. بالفاينانشال بريشر اللي احنا بنمر بيه في حياتنا عامه بشكل عام، بيبقى صعب ان سيلز يقول لك لا اللي انت عايزه ده مش موجود عندي. تبقى دي أوكي. اخر جمله، ويعني قلما كمان لما هتسمعها بسهوله. يعني محتاج ضمير صاحي قوي من الراجل السيلز ده ان هو يقول لك اللي انت عايزه مش موجود عندي، روح لحد تاني. طب هل بقى ده معناه انه البيهيفير بتاع البني ادمين اختلف؟ يعني خلينا نحطها مور ساينتفك كده.
احنا كبني ادمين بكل ما بنتحط في الخلاط بتاع حاجه، مخنا بيفضل اكسبوزد لمعلومات معينه لفتره طويله لحد ما مخنا بيشرب المسج دي، فالبيهيفير بتاعنا بيتغير. تمام. فهل دلوقتي فكره ان السيلز محطوط دايما في حته لو ما عملتش كده هتبقى مقصر، لو ما بعتش هتبقى مفلس، لو ما دخلتش الكميه بتاعه الفلوس دي هتبقى انت بتفشل الشركه، فهل ده غير البيهيفير، خلى ان البيهيفير بتاع السيلز مان سقط العميل وبقى يروح للاند ريزلت اللي هو عايزها which is cash؟ ممكن ده يكون حصل؟ يعني هي هقسم سؤالك جزئين، وجزء عند العميل وجزء عند السيلز. الجزء اللي عند العميل هو العميل ده هنتخيله ان هو عامل زي السيجنالز بتتعرض للتشويش. التشويش ده ممكن يكون في صورة ماركتينج، ممكن يكون في صورة سوشيو ايكونوميكال بريشر، انت عايز 1 2 3 بس انت علشان يبقى شكلك كويس محتاج 4 5 6 ماشي. غير 1 2 3. فبقى الباير نفسه بقى مشوش، هو عايز يشتري حاجة بتطير، في نفس الوقت مش عايز يدفع فلوس كتير، في نفس الوقت عايز يبقى شكلها حلو. وقال ان انت لو هو ركز الكاستمر مع نفسه انت محتاج ايه بالظبط، الفيتشرز اللي انت محتاجها في البرودكت ده، هيكتشف ان هي نص اللي هو عايزه منها ممكن يستغنى عنه عادي خالص. طب هنا دي مشكلة العميل ولا مشكلة اللي بايع للعميل؟ دي بتبقى مشكلة العميل فعلا. الجزء الاولاني ده، ان انت التشويش اللي جاي على الديماند بتاعك ده، اصل هو انا السيلز عمره ما هيتحرك الا لو في ديماند، او ان هو ينجح ان هو يخلق الديماند. اوكي. طيب الكاستمر ده لو هو مش عارف هو عايز ايه بالظبط، فالسيلز هيحاول يطلع اي حاجه من الليسته اللي هو بيقولها دي ويقول له خد دي حلوه. بس انت كده معنى كلامك ان انا قبل ما اروح اشتري حاجه لازم ابقى عامله الهوم ورك. لازم تبقى انت عارف انت عايز تشتري ايه. يعني احنا ابص لها باكزامبل بسيط، انت داخله على كوفي شوب. ماشي. الكوفي شوب ده عنده بيج فرايتي من مشروبات، قهوه، شاي، سناكس والكلام ده كله. لو انت دخلت للراجل بتاع الكوفي شوب قلت له بقول لك انا عايز حاجه تفوق وجعان، اوكي، هيطلع لك اللي في الليسته، يقول لك بقى خد المشروب ده عظيم، عليه كام شوت اسبريسو، عليه لبن قد ايه، عليه مش عارف ايه، وخد ده عاده بناخد معاه ساندوتش اكس واي زد. فبالتالي ممكن تلاقي نفسك خارج دافع في الشيك اكتر بكتير من اللي انت كنت متخيله. اوكي. خد معاه بعد ما تحلي خد معاه كوكيز كمان، فالكوكيز دي هتخلي لك الشوجر ليفل يبقى احسن، فانت هتقدر تركز. طيب تعالي نبص الموضوع، لو الراجل الباير رايح المحل ده is very defined. اوكي. انا عايز اشرب كابوتشينو، عايز اكل ساندوتش اكس، او وقف قدام التلاجة خد البصة بتاعته وراح للراجل عند الكاشير بيدفع ثمن اللي هو عايزه. فdefining your own need بيبتدي من اول المشتري، مش بيبتدي من اول البياع. احيانا بتحتاج البياع في ان هو يجايد يو اوت. يس، ما كنت لسه اسالك السؤال ده. هنا السيلز بيبقى محتاج ان هو يبقى فاهم البرودكت فيتشرز بالظبط اللي هو بيبيعها. لو هو مش عارف هو بيبيع ايه، فبالتالي هيقول طب خد ساندوتش اكس، طب انا لو عندي حساسيه من اكس، طب الساندوتش ده فيه كومبوننتس ممكن تعمل لي الرجي، او الساندوتش ده فيه كومبوننت هتخليني انام وانا اصلا جايلك عشان عايز افوق. فالاند ريزلت لو اتثابت للكونسلتنسي والكونسلتنت ده از نوت اوير، اوكي، هتلاقي نفسك بتشتري حاجه انت مش عايزها. طيب يعني اللي انت قلته ده مهم جدا لسبب انه الناس بتروح تترمي في حضن السيلز زي ما يكون مامته اللي هتنصحه وهتديله ارخص منتج باحسن فيتشر. بجد احنا بنتعامل مع السيلز، يعني انا حتى لما بروح ببقى بتهيألي ان هو الصادق الامين الواعظ المتين. فاللي انت بتقوله ده is very important، لانه يعني انا عايزاك بقى تدي بصراحه اسمها ايه advice للناس. قول لهم يذاكروا المنتج او يبقوا عارفين هم عايزين ايه قبل ما يروحوا، علشان apparently it's part of our homework بقى زي ما انا سامعاه، يا اما يروح لكونسلتنت بقى الاول.
يروح طبعا احنا حته يروح لكونسلتنت في يعني برودكتس بسيطه بتبقى طبعا. مش هي اسهل حاجه، بس let's take it to a bigger level of sale. يعني مثلا هنخرج بره الكابوتشينو واللاتيه والحاجات دي، نروح ماشي. فور you want to buy a laptop. طيب انت لما بتيجي تشتري لابتوب، لو رحت دخلت الستور بصيت على لستة الاسعار، هيظهر لك هذا الراجل البياع الشهم يقول لك انت بتدور على ايه. اول ما يلاقيك انت مش عارف انت عايز ايه، هياخدك في رحله البيع العظيمه. لو انت رايح تقول له انا عايز الفيتشرز 1 2 3 وانا هستخدمه هوم يوز مش جرافيك يوز والكلام ده كله، هيبتدي ينارو الليسته بتاعه قبعه الساحر اللي كانت عنده دي ايوه. ويبتدي يروح للايتمز اللي اكتر ريليفنس للي انت عايزه. احلى واحلى لو انت حاطط بادجت. ما هنا بقى المشكله. ليه بقى؟ لما الواحد بيبقى لو حاطط بادجت لحاجه كبيره شويه ماشي، بس اللي بيحصل يا حاتم انه لما الواحد بيبقى رايح عارف ان هو مثلا معاه 5 جنيه يشتري حاجه، بقت حتى نظره السيلز بتتبص له اللي هو ايه، مش هطلع منك بمصلحه، او انت يو نو تو ماتش هتقرفني. لما انا ببقى رايحه اشتري حاجه وانا فاهمه هي ايه، قليل قوي لما بلاقي حد ويلكمينج ان انا عارفه انا معايا كام وعايزه ايه، عشان مش هيعرف يبيع لي الحلم بس هو هيتحط في خانه معينه، ان هو يا اما شيماء هتخش تشتري يا اما هتمشي. فهيجي عند لقطه معينه هيضطر ان هو يقول لك خلاص دي هي عارفه هي عايزه ايه، اخليها تشتري المنتج اللي هي عايزاه ولا تخرج امتي هاندد. فهو في الحالتين هيخش له في حاله منهم هيخش له كاش، وفي حاله تانية مش هيخش له حاجه خالص. عمره ما هيختار لقطه ان هو مش هيخش له حاجه خالص. يعني هو عايز يبيع لك ايتم غالي وانت داخله متارجته ايتم رخيص او ايتم ماتش مور ريليفنت، فبالتالي هو هيحاول يبيع لك المنتج الغالي، يقول لك انت رافضه الموضوع ده تماما، مش هقول لك طب خلاص ثانك يو جود باي ما عنديش اللي انت عايزاه، لا هيضطر في الاخر يطلع لك المنتج اللي ريليفنت. اوكي. لكن طول ما انا رايح له وانا مشتت تايه مش عارف، هياخدك في الرحله البيعيه العظيمه دي وتلاقي نفسك خارج من المحل معاك كيس جواه حاجه انت مش عايزها. اوكي، فاحنا كده متفقين انه اول حاجه محتاجين نعملها ان انا ابقى مذاكر البرودكت، ان شاء الله من ريفيوز على الانترنت او سائل او كده. مذاكر النيد، مذاكر البرودكت. انت نازل تديسكفر البرودكت، بس انت مذاكر النيد. انا عايز حاجه تحل لي المشكله الفلانيه. اوكي. وانت في رحلتك بتاعه الشراء دي قد تكتشف ان these features need to be added to my need list. اوكي. لما السيلز هو بيوريك يقول لك بس البرودكت ده مثلا فيه extra feature, you might discover the feature دي is relevant and you might say clearly the feature دي is not relevant. اوكي. يعني انت نازله تشتري ديس كابوتشينو، وبعد كده يقول لك يا فندم تحبي تاخدي ساندوتش مع الاوردر، ركزتي مع نفسك لا انا جعانه واي نوت اوكي. ففي حاجات بتكتشفها وانت في الستور في رحله الشراء نفسها. اوكي. طيب هنا بقى في لفه من البيهيفير بتحصل لذيذه ومش لذيذه. بيحصل ايه؟ في سيلز ترند بيطلع اللي هي سيلز استراتيجي، خلاص. فالترند بيطلع اللي هو ايه، احنا اكتشفنا ان الراجل ممكن ما يبقاش عارف النيد، فاحنا هنرمي في وشه ايه 7 سندوتشات يمكن يختار منها واحده، خلاص. فاللي حصل مساء الخير يا فندم، واحده كوفي معاه ساندوتش، لا معاه مافن، لا معاه زبيب، لا معاه، شكرا تمام. هتيجي تاني يوم نفس الاسطوانه، هتروح نفس المحل نفس الاسطوانه. ما هو احنا بنكوبي بيست، اوكي. مفيش حد بيجي يعمل سيلز استراتيجي according to المنتج والتيم والسيتويشن بتاعت السوق ايه، which is this is the essence of business psychology. ان انا ابقى aware of السيتويشن بتاعت كل الستيك هولدرز. حلو. فتدخل كل ستور تلاقي نفس الاسطوانه. فاللي بيحصل ايه، العميل اول مره بيبقى ظريف، تاني مره يقول له لا شكرا، تالت مره هيقول له لا، رابع مره هيبقى مش عايزين تيرن اوف كده. فبدا الراجل الستور اللي في الستور اللي بيشتغل، ما هو مش عايز بقى قله ذوق كل يوم، ما احنا بنبقى قلات الذوق برضو، فيبدا يبقى اجريسيف.
فبقت الحاجه بتتباع ازاي؟ لا شكرا يا فندم، بتحب ايه؟ لا. فهو في الاخر انا لا سامعه ولا بيبيع، واحنا الاتنين بنقرف بعض، فالسايكل بتاعت السيلز كلها الحقيقه بقت فاشله. فسؤالي بقى، اللي انت بتقوله ده يحترم جدا، بس we need someone to keep updating the selling trends according to adjusting it according to the market. يعني انا لما الاقي دلوقتي خلاص الناس كلها تعبت من ده، يجي بقى حد كده يقول ايه، لا يا جماعه خلاص واضح ان احنا مش عارفين نبيع او الناس بدات تزهق، احنا هنغير السيل استراتيجي. مين بقى المسؤول اللي بتبقى عينه في الاند ريزلت، او اللي هو معرفش بتسموه ايه، السيلز اللي بيبقى على الباب، اللي بيدرس الاستراتيجي دي فيغيرها؟ الماركتنج ده يعني قسم مهم، وده دور ده ماركتنج مش سيلز. الماركتنج هنا هو محتاج ان هو بيدرس الكونسيومر باينج بيهيفير، وبيدرس الماركت، وبيرجع لي يطلع لي برودكت ذات ليه فاليو بروبوزيشن. ما المقصود بفاليو بروبوزيشن؟ هي قيمه مضافه. ايه القيمه المضافه؟ فهو اللي بيخلق لي البرودكت اللي بيعمل القيمه المضافه. يبتدي البرودكت ده السيلز يتعلم الفيتشرز بتاعته، ويبتدي يستخدمه في السيلينج باسكت بتاعه. اوكي. الفاليو بروبوزيشن نيد تو ميت ا ريل نيد، يعني ما ينفعش يبقى في فاليو بروبوزيشن لنيد خرافيه. لازم تتاكد ان النيد دي موجوده، ولازم السيلز يكون فاهم كويس الفاليو بروبوزيشن بتاعت البرودكت ده ايه. والفاليو بروبوزيشن لازم تبقى معموله بيزد على ماركت ديماند، ماركت ستادي، صوره سيرفيز، صوره في صوره كولكتيف داتا. يعني مثلا يبتدي لو هناخد نفس الاكزامبل بتاع الكافيه، شوف ايه امتى الناس بتطلب اكل مع الساندوتش، سوري بتطلب كوفي معاها ساندوتش. يعني فيبتدي يركز يشوف هل نوع الكوفي ده دايما بيطلب جنبه ساندوتش، فانت ميك شور ان انت ما تعرضش فكره الساندوتش دي الا على الناس اللي بتطلب هذا النوع من الكوفي. اوكي. بدل ما انت بتطلبها، بدل ما انت بتعرضها على الرايح واللي جاي. ما ده اللي خلى الاونلاين سيلز بتاعه الاكل بتعلى بشكل رهيب. ان انت مش عايز تكلم حد في التليفون، تحب يا فندم تاخد كوكيز مع الاكل، تحب يا فندم تاخد درينك، فانت بتخش بتكتب اللي انت عايزه and you proceed and that's it. بيطلع لك تحت احيانا suggestions كده اهو. هي دي الماركتنج هو اللي عاملها، بحيث ان انت موجوده قدام عينيك. لو انت انترستد تفر فيها، تبص تشوف ايه اللي ممكن you can add، you click it. you're not interested you leave it. طب ما هو ده بقى بيرد على اللي بقوله، ان الناس زهقت من السيلز. ما الناس زهقت من السيلز لان السيلز بيهيفير هيفضل طول عمره مربوط بان انا عايز ابيع والسلام، انا عايز اخد كوميشن والسلام. والسيلز انا ببص له على ان هو غلبان شويه، مش عشان انا سيلز بس، هو احيانا هو لو ما باعش هو هيروح. اوكي. هو لو ما خدش كوميشن هو مش هياكل او مش هيساتسفاي هيز بيزك نيدز. فهو عايز يبيع في الاول في الاخر. لما بيروح لكاستمر ديفايند بيبيع، بس بيبيع الحاجه اللي الكاستمر عايزها. لما بيروح لكاستمر انديفايند ساعتها بيطلع البورنيطه السحريه بتاعته، ويبتدي يظهر له كل الليسته بتاعت المنتجات بتاعته. اوكي. انت مش هتلغي دور السيلز، انت ولا هتكتفه، انت هتروح له بالنيد المظبوط. والماركتنج هيبقى بيساعد السيلز ان هو يديله برودكت منطقي. اوكي. طب هل انت متفق معايا ان السيلزاجيه محطوطين في حته انهم بتوع فهلوه؟ طبعا. صح؟ قولا واحدا. ايه توصياتك دلوقتي؟ انا دلوقتي خلاص اللي انا عايزه اعمله في الشو ده اني ابين السيلز جاي منين وانا جايه منين. فانا يا جماعه دلوقتي عشان نبقى واقعيين، انه السيلز في التشينجينج والرابid والسرعه الرهيبه اللي فيها تشينج، احنا الكونسيومر بيهيفير بيتغير مع كل تيك توك ترند، وبيتغير مع كل سيلبرتي ترند. فاونستلي سبيكينج انه اران ماركت ريسيرش عشان اعرف العميل الشهر الجاي هيبقى عامل ازاي، غالبا ده unlikely to happen. فهو غالبا ده احنا هنعتمد على الشطاره الفرديه للراجل بتاع السيلز اللي بيشتغل في المكان. فعشان بقى نسد الفجوه دي، انا من ناحيتي كبني ادمه لما انزعج من الناس بتوع السيلز دلوقتي،
اقول لهم ايه يعني؟ خلاص انا فاهمه دلوقتي ان المكالمه دي وراها انا لو ما بعتش مراتي مش هتاكل او عيالي مش هيدخلوا مدارس، او اوكي فهمت دي. بس انت برضو كسيلز عليك مسؤوليه ان انت ما تخلينيش ابقى قليله الذوق معاك، تمام؟ فالمفروض الواحد يعمل ايه؟ يعني لو انا بتكلم على ان كل يوم داخله محل هبقى بومباردد باعلانات او كده، how should I deal with them؟ للاسف انت هتفضلي تتعرضي للجزئيه دي طول ما مم. السيلز بيهيفير بتاعهم زي ما هو. اوكي. ف السيلز المفروض يعمل ايه لما يلاقي نفسه كلم شيماء وشيماء قالت له ام نوت انترستد؟ المفروض يكتب عنده ان انا كلمت شيماء في اليوم الفلاني وان هي شيز نوت انترستد، ولازم تكون دي على سيستم فيزبل لكل السيلز اللي معاه في نفس المنتج. بحيث مش هيقفل معاكي محمد يكلمك احمد يقول لك بيحاول يبيع لك نفس الفكره. اوكي. دي الجزئيه الاولانيه، دي ذا سيلز بيهيفير، تمام. الجزئيه الثانيه، السيلز لازم يكون مذاكر البضاعه بتاعته كويس. ما ينفعش يبقى السيلز مش مذاكر البضاعه بتاعته كويس. اذروايز هننتهي بيه ان هو كونتنت سيلر، بيبيع لك بائع المحتوى. عشان يبقى السيلز ده كونسلتنت ويبقى كلامه بيؤخذ بيه، لازم يكون هو بينصحك النصيحه المنطقيه اللي تميتنج النيد بتاعتك. ادي فرصه للسيلز ان هو يستكشف النيدز بتاعتك if you're not aware بالنيدز بتاعتك. اوكي. هناخد نفس الاكزامبل بتاع اللابتوب. انت داخل المحل، انت مش عارف انت عايز ايه، بس انت عارف انت somehow فين الفكره اللي انت يو نيد اللابتوب. طيب لو السيلز بيسالك انت محتاج اللابتوب ليه، هتبتدي تقول له ده انا عايزه فور بيزنس، عايزه فور موفيز، عايزه في الكلام ده، فهيبتدي ينارو داون الليست بتاعه الاوفرز بتاعته. لاتم اكسبلور، لقيته واخدك في السكه بتاعه واجل البادجت لغايه الاخر. شوف الاول الاوبشنز اللي هو هيوريها لك ايه. ما ابداش كده اقول له معايا انا، بص انا معايا 5 جنيه معايا عايزه 5 حاجه جنيه. بتقول كوكو واوا لا ما نعملش كده. ده انا اول حاجه بعملها بقول له بص انا معايا 5 جنيه وعايزه حاجه بتعمل كذا كذا كذا. اوكي ما اعملش كده. خلص الناروينج داون بتاع الليسته الاول. ما انا ببقى عايزه نارو خالص يا حاتم. انا ببقى عايزاه يسكن، ببقى عايزه اقول له بص معايا 5 جنيه، ظبط نفسك في ربع ساعه وما تكلمنيش كتير ابوس، مع ان انا رغايه. ايه مش مشكله رغي ولا مش رغي، هو انت لازم تديله فرصه لو انت مش ديفايند ان هو يديفاين النيد. اوكي. يعني انت داخله الستور بتاع لبس، مش عارفه عينيكي سارحه في المكان كله، طبيعي البياع هاخدها فرصه غنيمه، دي معاها قرشين وجايه تفك الاكتئاب ان هي تشتري اوتفيت. اوكي. فريسه جدا. اوكي. لما تخشي الستور بتاع اللبس ده انت بتدوري على حاجه معينه يا فندم، لا مش بدور على حاجه معينه، فموست لايكلي هيسيبك ويمشي. طيب لو انت قلتي له انا عندي ايفنت، يبتدي يقول لك طيب الايفنت ده سواريه ولا ماتينيه، تقولي له لا ده سواريه، طب هيبقى اندور او دور. هيبتدي الاسئله دي ينارو داون الليسته بتاعه الاوبشنز. اوكي. جو اند لوك اون ذا اوبشنز لو انت مش ديفايند، وابتدي بصي في التيكت بتاعت السعر عشان تعرفي ده وزين يور بادجت ولا مش وزين يور بادجت. اوكي. بعد ما ينارو داون الليسته كلها قولي له اوكي الخمسه ايتمز دول مثلا اوكي، بس انا البادجت بتاعتي ده بره البادجت، ده بره البادجت، ده بره البادجت. اوكي. فيبقى هو كده خلاص عرف هو الليميتس بتاعته فين، ويبتدي يروح للليميتس اللي انت حطاها. لو انت قلت له الليميت اللي انت حطاه من الاول، هيروح جاي مشاورلك على 300,000 ايتم. اوكي. فتاني هنرجع لحته ابقى عارفه النيد بتاعتي ايه. لازم تبقى ديفايند. لو انت داخل ميستري شوبر كده اهو، فاتح امازون النهارده زهقان عايز اشتري اي حاجه، يبقى انت قررت انت بينك وبين نفسك انا عايز ابقى فريسه النهارده يا جماعه. اوكي. زي ما الست بتبقى مكتئبه نازله تشتري حاجه. عايز تشتري ايه مش عارفه، تعالي بقى بس انا جاي اشتري حاجه، فهم بيستنوها الست اللي هي المكتئبه دي جايه عايزه اشتري حاجه. اوكي. داخله لما اي حبه حاجات، ودي بس هي دي مقرره من الاول، انا قررت ان انا ابقى فريسه يا جماعه. اوكي. فخدي بقى. تمام. في الرجاله بتلاقي القصه دي اقل كتير. الراجل بيبقى داخل ديفايند، هو عايز 1 2 3 4. في رجاله بتخش، انا واحد من الناس دي، في براند معينه في ايتم معين، بخش الستور على الكاشير، ما بخشش الستور على الستور.
خش أوكي. السرعه الكاشير، هات لي الايتم ده مقاس الفلاني اللون الفلاني وبطلع الفيزا ادفع وامشي. اكتئاب للناس بتوع السيلز، اكتئاب طبعا. بس فشل بس. اشتريت. ماشي. داخل انا تايه، انا هائم، انا مش عارف، تعالى ده انت لقط. اوكي. طيب احنا يعني هنراب اب اللي احنا قلناه كده خلاص في بوينتس، وايه نشوف اذا كنا احنا متفقين على ده ولا لا. قبل ما راب اب I want to make sure انه لو انا كنت هائمه والناس قعدت تديني to offer me products وانا قلت لهم شكرا مش عايزه، انا كده شكلي مش وحش، عشان احنا بنتكسف بنحس اللي هو ايه ده، حد خدمني وانا ما اشتريتش منه، ده عادي طبيعي. الناس بتوع السيلز عارفين انه عادي ان انا ممكن اوري 12 بني ادم وواحد بس يشتري. هو لو السيلز لو السيلز كل ديمو هيعمله هيبيع من وراه، كان زمان السيلز دول اغنى الناس في العالم. اوكي، فاحنا كده متفقين. طيب فاحنا عشان بقى نسد الجاب الحلوه اللي حصلت دي، احنا المفروض نبقى متفهمين ان السيلز عليه بريشر، انه بيتبص له بصه الاي تي ام، وبيتبص له بصه زي الطفل اللي في العيله، انت لو ما دخلتش هندسه يبقى انت فاشل، فانت لو ما بعتش هتبقى انت فاشل. فدي من وجهه نظرهم هم. فانا علشان ما اقعش فريسه، المفروض ان انا ابقى عارفه النيد بتاعتي، I know how to communicate this need للناس، صح كده؟ وما اتكسفش اني اقول لا لو الحاجه مش عاجباني. وبس في حاجه كمان محتاجين نقولها، السيلز عليه دور مهم ان هو يبقى انت بقى اللي مذاكر. هتقول ده. هو زي ما انت قلتي هي هتتقسم 1 2 شقين، 3 كده. الكونسيومر والسيلر. الكونسيومر ماشي. يبقى ديفايند، ولو مش ديفايند اتس اوكي ان هو ما يبقاش ديفايند، بس يدي فرصه للسيلز ان هو يجايد هيم، يوك هيم ثرو ذا بروسيس اللي بيطلع له النيد بتاعته. تمام. دونت ديكلير يور بادجت من الانتري. ايوه صح. و allow نفسك to listen if you are willing to listen، او لو انت عندك need مش defined. حلو. الجزء الثاني على السيلز ان هو يبقى مذاكر البرودكتس بتاعته كويسه جدا جدا جدا، عارف الفيتشرز بتاعتها، عارف الفاليو بروبوزيشن بتاعتها، ويكون فاتح شانل دايما مع الماركتنج ان هو يديله فيدباك عن البرودكت، يقول له خد بالك البرودكت الفلاني ده از نوت سيلينج علشان الفاليو بروبوزيشن بتاعته از فيري ويك. اتس اون ذا ماركتنج تيم ان هو يكرييت سترونج فاليو بروبوزيشن او يغير الديزاين بتاع البرودكت يخليه ماتش مور ابيلينج. اوكي. الدايركت كوميونيكيشن ما بين السيلز والماركتنج، في اورجانيزيشنز ما فيهاش ماركتنج، فبيبقى السيلز هو بيعمل دور الماركتنج، وهو اللي بيرجع للبرودكت مانجر يقول له خد بالك البرودكت ديزاين از فيري ويك. اوكي. كونستراكتيف فيدباك ده بيساعد في الاخر ان احنا نوصل للاوبتيمم برودكت. اوبتيمم برودكت مش معناه ان هو فيتس ايفري ون، بس ات كفرز ا بيجر ماجوريتي. اوكي. ده النصيحتين للكونسيومر وللسيلر. اوكي تمام. يعني اعتقد احنا ادينا كده يعني غششنا الاثنين المفروض ان هم يسمعوا الكلام عشان ما يتخانقوش تاني. ثانك يو حاتم سو ماتش. ويعني بالتالي الموضوع ده عايز له بتاع 7 حلقات، بس احنا هنحاول نفت ان. معاك. ثانك يو سو ماتش. ميرسي.